الكبده الاسكندراني لو انت ما جيتش مصر قبل كده لازم تجرب الوصفه دي، لان هي دي اللي هتجيبك اسكندريه. وصفه سهله جدا، مكوناتها بسيطه، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا جدا. ودايما لما تاكلها تلاقي نفسك واقف قدام البحر في اسكندريه معاك سندوتشين من الفلاح في ورقه وتستمتع بيهم. بدايتها زيت غزير، بنشتغل بزيت زي عباد الشمس او زيت ذره. كبده متقطعه شرايح رفيعه بالمنظر ده، وبتنزل في الزيت السخن كلها مره واحده بالمنظر ده. احنا قلنا في كبده اسكندراني وفي كبده تاني من جميع انحاء مصر. الكبده الاسكندراني اللي بيميزها عن الكبده الباقيه ان احنا بنطبخ في زيت غزير، كوبايتين زيت كبار سخنين على نص كيلو كبده، فتلاقي الزيت زي ما احنا شايفين كتير وغزير بالمنظر ده، فبيحمر الكبده من بره من كل ناحيه. وبنحضر فلفل حامي بنقطعه شرايح رفيعه. هنحط الفلفل الحامي فيها، هننزله على مرتين، مره في الاول وهنكمل قرن كمان في الاخر. معلقه كبيره توم، معلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره ملح، وبندي تقليبه حلوه في الزيت. زي ما احنا شايفين كل حاجه بتطبخ مع بعضها من غير ما في حاجه بتتحرق، لان الزيت الغزير بيغطي كل واحده من الكبده وبيسويها من كل جنابها، فبتدينا لون وريحه رهيبه. كبده الشارع دايما بتاخد حاجتين مهمين جدا بيكملوها: عصير الليمون والخل الابيض. دول اللي بيدوا المزازه بتاع كبده الشارع اللي احنا متعودين عليها في مصر. دلوقتي هدي قرن شطه كمان، عصير ليمونتين، وربع كوبايه خل. اللي بيميز كبده الشارع ان هو كل ما بيخلص بيرفع الكبده على جنب ويسيب الزيت ده مكمل ويسوي فيه تاني، فكل ما يسوي كبده كل ما الفليفرز والطعم بيقعد في الطاسه اكتر وبيدي طعم ونكهه احلى. ده اللي بيميز كبده اسكندراني عن اي كبده تانيه في مصر. دي كده الكبده الاسكندراني بتاعت الشارع، ما بتاخدش طحينه وما بتاخدش اي حاجه، هي كده وعصره ليمونه على الرغيف، مش محتاجه اي حاجه تانيه. لما بنيجي نغرف الكبده الاسكندراني ما بناخدش الزيت معانا، بناخد بس الكبده والخضار بتاعها، وزي ما قلنا احنا بنسيب كل الامزقه والطعم للطبخه اللي بعديها. وده كده اللي بيميز الكبده الاسكندراني. وبكده دي الكبده الاسكندراني بتاعتنا بتاعت الشارع. لو هناكلها مع عيش بلدي هناكلها مع طحينه، لو هناكلها مع عيش فينو من غير طحينه بنعصر عليها عصره ليمون على وشها بالمنظر ده. اللي عايز يجرب اكله من اكل الشوارع المشهوره في مصر لازم يجرب الكبده الاسكندراني، ويحط جنبيها الحاجات اللي احنا حاطينها دي: قرن شطه، شويه جرجير، طحينه، طماطم مخلله او بصل مخلل او ليمون. متعه مفيش بعدها كلام.